هعمل معاكم النهاردة كيك ماربل بطريقة سهلة جدا وبسيطة. هي بتكون غير الكيك العادي، بس يعني مش كتير قوي. بدل ما بنحط زيت نباتي على الكيك العادي بنحط في دي زبدة. اول حاجة انا معايا 150 جرام من الزبدة، يعني حوالي كوباية اللي بنشرب بيها الشاي. هحط عليهم كوباية الا ربع من السكر او كوباية، السكر حسب الرغبة. هضربهم كويس لحد ما اخلي قوام الزبدة والسكر كريمي. بعد كده هنزل عليهم ب3 حبات من البيض يكون خارج قبل ما نستخدمه بحوالي 3 ساعات. بعد كده هنزل عليهم برشة من الفانيليا السايلة او البودر. هضربهم مع بعض لحد ما البيض يختفي تماما. بعد كده هنزل عليهم بكوباية من الحليب ما يكونش ساقع ولا سخن، بيكون دافي. وبرضو هقلبهم تقليب بسيط كده. وبعد كده اهم حاجة هنستخدم الدقيق يكون منخول. دي خطوة من الخطوات اللي بتخلي الكيك دايما ناجح. انا هنا بنخله، مع ان انا متأكدة ان الدقيق بتاعي مفيهوش اي خالص تكتلات، بس لازم انخله. هبتدي بقى هنا هعمل باي مضرب يدوي. وطبعا انا هنا عاملة مسرعة الفيديو، بس طبعا احنا لازم نعمل بالراحة جدا علشان خاطر ما يهبطش معايا الكيك في الفرن. هكون بقى مبطنة اي قالب عندي، وهنزل عليه بحوالي اكتر من نص الكمية، والباقي هحط عليه 3 معالق كاكاو غير محلى. وهقلبه برضو بالراحة. لو حسيتي ان الخليط تقيل معاكي قوي حطي عليه 3 معالق من الحليب. هبتدي ان انا بعد ما يعني كل الخليط يبقى نفس اللون، بصي هنزل بمعلقة معلقة كده جوه الخليط نفسه، عشان يديني في الاخر الرسمة اللي بتكون جوه الكيك اللي بناكله في الكافيهات او بره. بس وبعد كده بكمل بقية الخليط عادي جدا. بس اهم حاجة تعملي الخطوة دي، ان انت تنزلي بالمعلقة شوية الخليط لجوه. هنطلع من الكيك اي هوا باي بقى ستيكس او حتى لو سكينة. بعد كده هكون مشغله الفرن على درجة حرارة 180. هتاخد معاكي 50 دقيقة في الرف اللي في الوسط. لازم تكوني مشغله الفرن، يعني وانتي كده خلاص قربتي تخلصي الكيك شغلي الفرن على درجة حرارة 180. خدت معايا انا من الفرن بتاعي 50 دقيقة بالظبط. وبعد كده اول ما خرجت انا سبتها خالص، عشان تقطعي القطعة بقطعتها لازم تسيبي الكيك يرتاح على الاقل 6 ساعات. بصي انا مش مع خالص ان الكيك يتقطع وهو سخن، لا، لازم نستنى على الكيك لحد ما يبرد تماما ويتماسك. تقطعي بقى زي ما انت عايزه. بصي الكيكه بتقطع معاكي القطعه بقطعتها. وكمان انا بغلفه في اي اكياس عندي وبشيله في التلاجة او في الفريزر. ممكن الولاد ياخدوه معاه المدرسه. بجد دي احلى طريقه انا جربت بيها الماربل كيك. جربوها وان شاء الله تعجبكم.